في حاجتين عايزين نتكلم عليهم قبل ما نبدأ حلقتنا السريعة. أخبار سريعة في حلقة النهاردة. أول خبر، بأعزي صديقي حمادة الشحات لفندي في وفاة والده، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. خالص العزاء لصديقي حمادة الشحات في وفاة والده، ربنا يجعلها آخر الأحزان. الحاجة التانية اللي عاوز أتكلم عليها، صديقي حافظ سعد الأزلي قام بافتتاح محل للأسماك المجمدة باسمه البحار بجوار الروان للأدوات الصحية الأستاذ علي رزق، وبجوار مقهى داهش الحاج داهش حجاج وسامي وسمير فراج الجندي لصيانة الموبايل. مليون مبروك لصديقي حافظ سعد الأزلي في افتتاح محله، ربنا يجعلها فتحة خير عليه إن شاء الله. أصدقائي الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد غياب بحلقة سريعة وأخبار سريعة. لو لسه ما تابعتوناش على قناتنا على اليوتيوب، يلا بسرعة اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. ولو لسه ما تابعتناش على صفحتنا على الفيسبوك، يلا بسرعة اضغط متابعة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. النادي الأهلي، النادي الأهلي بصدد إنهاء اتفاقه مع إيريك كوتيسا. إيريك كوتيسا ده جناح شمال لأحد الأندية السويسرية، وهو لاعب سويسري من أصول أنجولية. مارسيل كولر مصمم على إيريك كوتيسا. إيريك كوتيسا النادي الأهلي خلص كل حاجة مع ناديه على 1,800,000 يورو. بيشتري 6 شهور اللي هم الأخرانيين في عقده، لأن بعد 6 شهور هيبقى فري. 1,800,000 يورو. نقطة الخلاف الوحيدة إن النادي الأهلي عايز يدفع 1,000,000 يورو و800 في شهر 6 القادم. النادي السويسري مصمم على 1,800,000 يورو كاش. دي اللي معرقل الصفقة. الصفقة الثانية للنادي الأهلي، كلنا سمعنا على جيلسون دالا. جيلسون دالا أصبح نادي الوكرة القطري بيعرضوا على النادي الأهلي، لو عايزينه خدوه، ادوا له العقد بتاعه، مش عايزين أي فلوس. كابتن محمود الخطيب الكرة دلوقتي في ملعبه، هل هو ممكن يجيبه ويلغي موضوع كوتيسا؟ هو انت ليك لاعب واحد بس، يا كوتيسا يا جيب جيلسون دالا. الكرة دلوقتي في ملعب محمود الخطيب، ولكن المدير الفني مارسيل كولر مصمم على إيريك كوتيسا، لأن بصراحة ده جناح شمال جبار، لاعب مهاري وشويط في المواصفات اللي النادي الأهلي عاوزها. بالنسبة للاعب المحلي النادي الأهلي هيجيبه، طبعا كلنا عارفين إن باب القيد هيقفل يوم 8/2 الجاري. القيد المحلي، القيد الإفريقي هيقفل 28/2. طبعا ما ينفعش أي 28/2 وأنا القيد المحلي قفل عندي يوم 8. الصفقة الثانية اللي هو لاعب بتروجيت. بتروجيت متمسك باللاعب، مش عايز يدير النادي الأهلي غير بعد مرور 6 شهور. النادي الأهلي بيضغط ان يجيب اللاعب ده، ولكن بتروجيت مصمم ان اللاعب ينتهي بعد 6 شهور. هنتفرج على اللاعب ده في الماتش بتاع بكره الاهلي وبتروجيت، ونشوف هل ده يستحق الانضمام للنادي الاهلي ولا لا. احنا ما كناش متابعين بتروجيت، جبنا احمد رضا من بتروجيت، واللاعب الثاني بصراحه مش متذكر اسمه، ولكن بيقول لك بيقولوا فيه اشعار. هنشوفه بكره امام النادي الاهلي. النادي الاهلي انهى استعداداته للقاء بتروجيت واصبح تقريبا مكتمل الصفوف. اشرف بن شرقي هيخش في قائمه المباراه، ولكن طبيب الفريق بيوصي بان هو يدفع به ربع ساعه فقط، واشرف بن شرقي انضم لقائمه النادي الاهلي. المباراه القادمه للنادي الاهلي مع غزل المحله، هينضم طاهر محمد طاهر، هيرجع من الاصابه، ويرجع اشرف داري، ان هم نزلوا التدريبات بقالهم دلوقتي 4 ايام في التدريبات. الاخبار اللي هي بتقول ان اكرم توفيق خد شنطته ومشي من النادي الاهلي، الكلام ده خبر كله سرعه. كانت بتتكلم على الموضوع ده امبارح، لا صحه لهذا الموضوع. ليه لا صحه لهذا الموضوع؟ ازاي هو خد شنطته وساب التدريبات ومشي وخلاص انتهت علاقته بالنادي الاهلي؟ النادي الاهلي كان راحه امبارح من التدريبات، امبارح الثلاثاء كان راحه. النادي الاهلي استنى في تدريباته النهارده عشان مباراه بكره. ازاي هو خد شنطته ومشي من التدريبات والنادي الاهلي اساسا ما كانش عنده تدريبات؟ ده
ده اللي مخلي الخبر غير صحيح. نروح للصفقات. نادي الزمالك، ونادي الزمالك على موعد مع 3 صفقات بعد إدارة التخطيط الجديدة اللي جت النادي الأهلي أو لجنة الكرة لنادي الزمالك. طبعا بيسابقوا الزمن لأن باب القيد هيقفل يوم 8/2. 3 صفقات على رادار نادي الزمالك. أول واحد الحسن كمارة، ده بيلعب في أحد الأندية القطرية، ده على رادار نادي الزمالك ان هم حاليا بيخلصوا فيه. جيلسون دالا، جيلسون دالا، طب انت بتقول جيلسون دالا جاي للنادي الاهلي. نادي الزمالك لما علم بان جيلسون دالا النادي بتاعه بيعرضه على النادي الاهلي بدون اي مقابل هم يدفعوا له الراتب بتاعه، نادي الزمالك دخل في صفقه قال لك طب ماشي، النادي الاهلي مش محتاجه، النادي الاهلي بيفوض لعيبه ثانيه، احنا ناخد اللاعب ده وهنديله الراتب بتاعه. رد رئيس نادي الوكره القطري قال لا، احنا بتربطنا علاقات جامده بالنادي الاهلي، والدليل ان احنا هندوهم حمدي فتحي يلعب معاهم كاس العالم. احنا بنعرض عليهم اللاعب ده تدعيما للنادي الاهلي مقابل الدولار بتاعه، لكن اي نادي تاني لا. انت عاوز جيلسون دالا، اتفضل حط العرض بتاعك وخد اللاعب. يبقى حسن كمارا وجيلسون دالا دول على رادار نادي الزمالك، خلص فيهم قبل 8/2. اللاعب الثالث وده لاعب محلي، لاعب نادي فاركو، ده خلاص نادي الزمالك خلص فيه وهينضم للتدريبات بعد مباراة الزمالك القادمة. نروح بعد كده لمحمد صلاح، ومحمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول. الاتحاد الدولي اخترع او استجد جائزة جديدة انه عايز احسن لاعب في العالم كل شهر، مش كل سنة بقى، كل شهر، وفي الاخر بيجمع يشوف مين اللي فاز اكتر، ده احسن لاعب في العالم. في اول الجوائز اللي هي بدايه من شهر يناير، محمد صلاح يفوز باحسن لاعب في العالم في جائزه الاتحاد الدولي الجديده عن شهر يناير، وده احسن لاعب في الدوري الانجليزي. نروح لعمر مرموش. عمر مرموش في ثاني مبارياته مع مانشستر سيتي بيسقط امام ارسنال 5-1، اتهزموا امام ارسنال 5-1. بالتوفيق ان شاء الله لعمر مرموش في المباريات القادمه. محمود حسن تريزيجيه لاعب الاهلي ان شاء الله هينضم للنادي الاهلي في شهر 6 القادم، بيهدف في فوز ناديه الريان القطري على العين الاماراتي 2-1 في دوري ابطال اسيا. بيحرز هدف من ضربه جزاء، لا مش من ضربه جزاء بصراحه، لا هدف جميل من داخل منطقه الجزاء. محمود كهربا هو اللي احرز هدف من ضربه جزاء في تعادل الاتحاد الليبي مع نادي المجد الليبي. كانت مباراه وهم متاخرين لنهايه المباراه 1-0. تسبب محمود كهربا في ضربه جزاء، قام باحراز وهو دخل وسددها واحرز الهدف، وراح مثل لحارس المرمى. حارس المرمى طول المباراه بيضيع وقت وبينام على الكوره، فراح قال له نام براحتك بقى بعد ما احرزنا هدف التعادل. دي كانت طلة سريعة على كل الأخبار المتاحة حاليا. إن شاء الله في حلقاتنا الجديدة أخبار جديدة بأمر الله، وبالتوفيق للنادي الأهلي ونادي الزمالك في الميركاتو الشتوي، وتوفيق للاعبتنا المحترفين. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعموني بلايك ومشاركة للفيديو علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.